هو يقول لي مثلا ده احنا صورناه. حتى الفاكهه عملوها مخلل. المنايفه هنا بجد حاجه كده في منتهى الجمال. المانجا والموز والتفاح وكل الفاكهه اللي لو انتوا شايفينها دي كلها عباره عن مخلل. ازاي بقى؟ هنتكلم مع ام الاء ونعرف منها ازاي عملت الحاجات دي كلها مخلل. وكمان عامله السلطه الايطاليه بالمكسرات، الفستق واللوز وعين الجمل وكل الحاجات دي كلها زي ما حضراتكم شايفين. هنتكلم معاها ونشوف سبب الاختراع ده كله والحاجات الجميله دي كلها. الحاجات الجميله اللي حضراتكم شفتها دي كلها ام الاء هي اللي عاملاها. الفكره عند ام الاء، بس سر الصنعه طبعا احنا مش هنسالها عليه، بس هنسالها عن اكتر ناس بتقبل هنا على الفاكهه هنا، يعني على الفاكهه المخلله. في ناس بتيجي تاخد فاكهه مخلله. يعني من ساعه ما عملتيها بقالك كام سنه؟ بقالك كام سنه بتعمليها؟ يعني بقالي يجي 25 سنه بتعملي الحاجات دي. فبشكل مستمر. كانت الاول مثلا الناس مستغرباها ودلوقتي لما دوقها حبوها بيطلبوها بقى. انا عايز علبه مانجا بعمله، علبه كوكتيل بديله، اللي هو طلبه بديله. بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله جدا. قولي لنا ايه انواع الفاكهه دي؟ عندك التفاح والمشمش والبرقوق والخوخ والاناناس والمانجا والموز. اكل الباميه؟ والله اكل الباميه؟ الباميه خالص. لا شكرا. الباميه ما باكلهاش. الباميه ايوه. انا بقول لها الباميه ما باكلهاش خالص يعني. طيب الفكره دي جات لك ازاي؟ الفكره انك تحطي مكسرات على الحاجه كده. لا دي بقى ده فضل من ربنا بقى. لازم لا يعني فكرت ازاي نفكر بقى كده ونوري الزبون الابداعات بتاعتنا والمواد بتاعتنا، ولازم نعمل كده عشان اكل عيشنا. يعني كل ما بتجيبي الجديد في السوق علشان تشوفي مثلا